اللي هنشوفه في قصة النهاردة دي مش وفاة طبيعية زي ما الناس كانت فاكرة. ده واحد رجع من الغربة عشان يعيش باقي عمره وسط مراته وعياله، لكن اللي استناه كان أبشع من أي كابوس. تفتكر إزاي حد ممكن يديك كل حبه واهتمامه وفي الآخر يتكافئ بالخيانة والغدر؟ القصة دي مش زي أي قصة تانية، لأنها وضحت لك إن أحيانا أقرب الناس لينا هم أخطر ناس علينا. عشان تعرف أصل الحكاية خليني أحكي لك القصة من الأول. نبدأ حكايتنا في سنة 2007 في حي شعبي من أحياء القاهرة. كانت ساكنة هناك عيلة صغيرة شكلها من بره عادي لكن جواها حاجات كتير. الأب اسمه عاطف وكان عنده 43 سنة، راجل طيب وحنين بيحب مراته وأولاده كمان، وبيشوف إن مسؤوليته إنه يوفر لهم كل حاجة حتى لو تعب. مراته اسمها نسرين وكان عندها 27 سنة، متخرجة من كلية حقوق وبتشتغل في مكتب محاماة. شكلها شيك قوي وبتحب تبان قدام أهلها وزمايلها في أحسن صورة. وكان عندهم بنت اسمها كنزي، في التوقيت ده كان عندها 5 سنين، وولد صغير اسمه عمر. ورغم ان عاطف كان بيجري من شغلانة لشغلانة ودخله قليل، بس كان عنده عزيمة وإرادة وأهله كانوا بيساعدوه. لكن المشكلة الكبيرة انه كان رافض ان نسرين تشيل معاه هم البيت. كان سايب لها مرتبها تشتري بيه اللي هي نفسها فيه. سنين عدت على الحال ده لحد ما عاطف خد قرار غير مصير العيلة كلها. عاطف قرر ان هو يسافر ويشتغل بره مصر. جهز ورقه وسافر على عقد شغل مع شركة سياحة كمندوب مبيعات في دولة عربية. عاطف كان بينزل مصر اجازة كل 2 أو 3، ومع كل نزلة كان بيشتري يا اما قطعة ارض جديدة او بيحط فلوس في البنك لحد ما بقى عنده املاك وفلوس معتبرة. في سنة 2017 نسرين اتكلمت مع جوز عاطف وقالت له الأولاد كبروا، الشقة ديت بقت ضايقة علينا ومش مكفية. واقتنع بكلامها على طول وبعت لها فلوس تكفي إنها تدور على شقة جديدة تليق بيها وبالأولاد. وهنا نسرين بدأت رحلة البحث، كلمت أصحابها وسألت قرايبها وحتى زمايلها اللي في الشغل يمكن حد يعرف يساعدها إنها تلاقي شقة مناسبة. كان نفسها في مكان أوسع وفي منطقة أرقى من اللي هي فيها، بس سعرها ما يكونش مبالغ فيه. لكن بعد أيام طويلة من اللف والدوران كل اللي شافته ما عجبهاش. يا إما الشقة قديمة يا إما غالية يا إما بعيدة عن المدارس وأهلها. وفي الوقت ده واحدة من صحباتها قالت لها أنا أعرف سمسار شاطر اسمه وائل ممكن يساعدك تلاقي اللي بتدور عليه. وفعلا نسرين أخدت رقمه وكلمته. وائل من أول مكالمة كان لبق وذوق وبيعرف يتكلم وبيكسب ثقة اللي قدامه. وائل وعدها إنه هيلاقي لها شقة بالمواصفات اللي هي عايزاها. وبعد كام يوم فعلا رجع لها وقال لها إنه لقى الشقة في منطقة الويلي وحدد لها ميعاد عشان تروح تشوفها. لكن لما راحت الشقة ما عجبتهاش، الشقة كانت صغيرة والحي ما كانش عاجبها. وائل ما استسلمش وقال لها ما تشيليش هم، أنا هجيب لك شقة أحسن. وبعد أيام قليلة رجع لها تاني بخبر جديد، لقيت لك شقة في منطقة اسمها الظاهر، واسعة وسعرها معقول. هنا نسرين راحت وشافتها والأول مرة حست إن ديت الشقة اللي كانت بتدور عليها. واتفقت مع صاحب الشقة وكتبوا العقد. وائل كان موجود وأخد عمولته على البيعة، وقبل ما يمشي قال لها أنا تحت أمرك يا مدام، أي حاجة أنت عايزاها سواء في توضيب الشقة أو الفرش، لأن أنا عندي علاقات واسعة وأعرف صنايعية كويسين جدا. الكلام كان شكله عادي، لكن اللحظة دي بالذات كان بداية دخول وائل جوه حياتها، واللي حصل بعدها غير مصير العيلة كلها. من يوم ما نسرين خلصت إجراءات الشقة الجديدة في الظاهر وائل بقى موجود في الصورة على طول. في البداية كل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي، هو كان بيساعدها في إنه يتعامل مع الصنايعية ويشوف لها بقى المقاولين ويدلها على محلات للموبيليا. وعاطف في الوقت ده كان لسه في الغربة، بيتابع معاها خطوة بخطوة بالتليفون، وكل شوية كان بيسألها أخبار الشقة إيه، وصلت لإيه،
خلصت الديكور، الأولاد مبسوطين، لكن اللي ما كانش عاطف يعرفه إن وائل بقى يدخل ويخرج أكنه واحد من العيلة. الجيران كمان بيشوفوه طالع ونازل، ولما يسألوا نسرين تقول لهم ده ابن أختي وبيساعدني إن أنا أوضب الشقة. ومع مرور الوقت العلاقة ما وقفتش عند حدود الشغل. نسرين بدأت تلاقي في وائل الاهتمام اللي مفتقداه من جوزها واللي هو بعيد عنها على طول. نسرين كانت ست صغيرة لسه في أواخر العشرينات، وجوزها أكبر منها بسنين طويلة وغايب عنها بالسنين. مكالمات نسرين مع وائل كترت، وبعدها بقى في مقابلات كتير لحد ما الحدود اتكسرت والإعجاب اتحول لمشاعر. نسرين بدأت تحكي لوائل عن جوزها غايب عني طول الوقت وسيبني محرومة عاطفيا، وكان وائل بيسمع ويستغل كل كلمة. وهنا العلاقة ما بينهم خدت طريق مش مظبوط. وائل بقى هو الحاضر، وعاطف رغم غربته وتعبه ما بقاش ليه نفس المكانة عند نسرين. ومن هنا حصل التحول الكبير. نسرين ما بقتش الزوجة اللي مستنية جوزها من السفر، بقت زوجة تانية عندها سر خطير وعلاقة في الظل ومش قادرة تستغنى عنها. وعشان علاقتها بوائل بقت أكبر من مجرد نزوة، بدأت تفكر إزاي أعيش حياتي معاه من غير قيود. فكرت في الطلاق، بس بسرعة استبعدت الفكرة، لأن الطلاق هيخليها تخرج من الجوازة بقيت فاضية ومش هتورث حاجة من فلوس عاطف ولا أراضيه ولا حساباته. غير كده كلام الناس وسمعة العيال. البديل كان أخطر. بدأت الأفكار السوداء تخش عقلها، إزاي أتخلص من جوزي ومن غير ما حد يشك. واللحظة دي كانت التحول الحقيقي من مجرد زوجة متغيرة المزاج لست بتفكر في جريمة كاملة. مع مرور السنين عاطف ما بقاش زي الأول، التعب بقى باين عليه وجاله السكر وأثر على نظره، وأي مجهود بسيط كان بيخليه يحس بدوخة وضيق في النفس. لحد ما جت سنة 2019 وهو في الغربة كشف عند دكتور وقال له بالحرف الواحد: انت عندك ضعف في عضلة القلب ومحتاج تريح وتبطل جري ورا الشغل بالطريقة ديت. الكلام وقع على عاطف زي الصدمة، بس في نفس الوقت خلاه ياخد قرار كان بيفكر فيه من زمان، وقال: انا هرجع مصر اقضي باقي عمري وسط ولادي ومراتي بدل ما اعيش غريب واموت بعيد. وهنا بلغ نسرين بقراره، وكان قبل رمضان باسبوعين، وقال لها: خلي بالك انا نازل اقضي معاكم رمضان وخلاص مش هسافر تاني. الاولاد فرحوا جدا بالخبر، واهل عاطف كمان حسوا ان الدنيا رجعت لهم تاني. لكن نسرين لا، الخبر عليها كان زي الخنجر، لانها عارفة ان حياتها في السر مع وائل مش هتعرف تكمل مع وجود جوزها في البيت على طول، لان العلاقة بينها وبين وائل ما كانتش بس اعجاب او كلام غرام، دي تحولت الى علاقة كاملة بكل تفاصيلها، عوضتها عن سنين حرمان عاطفي وجسدي. ووجود عاطف معاها بشكل دايم معناه ان كل ده هيختفي. ومن اللحظة دي عقلها اتقفل على فكرة واحدة: لازم اخلص منه. ساعتها كلمت وائل اللي استغل الموقف بسرعة وقال لها: الموضوع سهل، عاطف مريض قلب وعنده سكر، لو خلينا المنشطات الجنسية جزء من يومه قلبه مش هيستحمل، وده هيبان طبيعي جدا. الفكرة دخلت دماغها، خصوصا ان اي ازمة قلبية لعاطف هتتفسر انها نتيجة طبيعية لمرضه. وهنا بدأ التخطيط للجريمة. اقراص منشطات ومنومات تتقسم على كذا يوم لحد ما توصل للضربة القاضية. اول ما القرار استقر في دماغ نسرين، وائل جاب لها 12 قرص منشط وشوية منومات، وقال لها قسميهم على 3 ايام عشان ما يبانش ان في حاجة غريبة. وكده الخطة بدأت تتنفذ فعليا. اليوم الاولاني وكان موافق يوم الاثنين 6 مايو 2019. عاطف كان لسه راجع جديد متحمس انه يعيش مع اولاده ومراته. نسرين حبت تبين انها مهتمية بيه وقالت له: انا عامله لك يا عاطف الاكل اللي انت بتحبه. فرشت له سفرة بقى فيها كل الاصناف اللي نفسه فيها، وحطت له في الشوربة اللي قدامه 4 أقراص من المنشط. عاطف شرب الشوربة من غير ما ياخد باله، وعدى اليوم عادي من غير ما يحس بحاجة. نسرين في اللحظة دي ابتسمت جواها وقالت: الخطة ماشية. نيجي بقى لليوم التاني اللي كان موافق التلات 7 مايو 2019. نفس الأسلوب، سفرة مليانة أكل، وعاطف على الفطار قاعد مبسوط وسط ولاده. لكن بعد ما خلص أكله ابتدى يحس بتعب
يا نسرين أنا حاسس بدوخة وتعب مش طبيعي. نسرين كانت مستعدة وقالت له عادي يا حبيبي، الحر ورمضان والأكل الدسم بيتعب، نام شوية وهتفوق. وهنا نسرين ضحكت جواها وهي عارفة إن اللي بيحصل مش من الحر ولا الأكل. نخش بقى على اليوم الثالث، الأربع 8 مايو 2019، اليوم الحاسم. نسرين حطت آخر 4 أقراص من المنشط، وبعد الفطار بوقت قصير عاطف حس إنه مش قادر يتنفس، صوته اتقطع فجأة كده، وقع على الأرض قدامها. هنا بقى نسرين صرخت بأعلى صوت الحقوني، وطلبت من بنتها كنزي تجيب الجيران بسرعة. الناس اتجمعت وولادها قعدوا يعيطوا، وهي كانت بتمثل دور الزوجة المنهارة اللي فجأة لقت جوزها بيموت ما بين ايديها. اخدوا عاطف على المستشفى، واول ما دخلوا بيه الدكتور قال لهم البقاء لله، أزمة قلبية حادة. وبكده كانت الخطة خلصت والجريمة اكتملت، ونسرين مقتنعة ان كل حاجة اتقفلت بشكل طبيعي. بعد ما تم الإعلان عن وفاة عاطف في المستشفى الدنيا اتقلبت. نسرين انهارت قدام الكل، دموع وصراخ ومشهد كامل لست مكسورة. الجيران اللي جم معاها كانوا مصدقين التمثيلية ديت 100%، وشايفين الست اتخضت، دي ما صدقتش ان جوزها مات قدامها فجأة. حتى أهل عاطف أول ما وصلوا المستشفى لقوها واقفة ساكتة ودموعها بتنزل على وشها ومش قادرة ترد على حد. المظهر كان واضح، زوجة حزينة في صدمة. والإجراءات خلصت بسرعة وطلع تصريح الدفن، وبعد كده الجنازة مشي فيها عدد كبير من الأهالي والمعارف. الدموع في كل مكان، ونسرين في النص لابسة أسود ووشها مصفر. الكل كان متعاطف معاها وبيواسيها وبيقول لها ربنا يصبرك، الراجل تعب وشقي وربنا اختاره عنده. حتى ونسرين واقفة في المقابر كانت بتبص في الأرض بتتنهد وبتبكي. وبعد العزا نسرين قفلت على نفسها أوضتها وبقت حابسة نفسها بالساعات ومش عايزة تكلم حد. كنزي بنتها اللي بقى في التوقيت ده عندها 17 سنة حاولت تدخل عليها، ماما أنا محتاجالك، إزاي تسيبيني كده لوحدي؟ لكن في كل مرة نسرين يا إما ما تردش يا إما تقول لها سيبيني دلوقتي. لحد في ليلة من الليالي كنزي وهي ماشية في البيت سمعت صوت أمها في الأوضة. الأول افتكرت إنها بتعيط أو بتكلم واحدة صاحبتها. كنزي قربت من الباب ودانها لقطت كلام غريب، نسرين بتضحك وضحكة جامدة قوي. كنزي قربت من الباب أكتر وسمعت أمها بتقول في التليفون الحمد لله كله عدى، مفيش حد شك في حاجة، اللي خططنا له حصل بالظبط. اتصدمت زي ما يكون سكينة اتغرزت في قلبها، رجعت لورا وهي بتترعش ودموعها نازلة على وشها مش عارفة تعمل ايه. ومن اللحظة دي ما بقتش شايفة أمها نفس الست اللي ربتها، بقت شايفاها ست تانية، ست خانت وقتلت. في اليوم ده كنزي ما قدرتش تنام طول الليل، طول الليل بتفكر ازاي أمي اللي هي أقرب إنسانة ليا تقول كلام بالمنظر ده. هي فعلا قتلت أبويا، وفي الآخر صممت تاخد حق أبوها وقررت تطلع الصبح على اسم الشرطة. دخلت وهي مرعوبة بس قلبها مليان إصرار، وحكت للضباط اللي سمعته وقالت لهم أنا سمعت أمي بتكلم حد في التليفون وبتقول له إن موت بابا كان مترتب وإن محدش شك في حاجة، وأنا مش مقتنعة إن الوفاة طبيعية. وقدمت للضباط صورة من تقارير الوفاة وتصريح الدفن، وشرحت كمان إزاي في الفترة الأخيرة كان في مشاكل وخناق دايم ما بين أبوها وأمها، وإن أمها طلباتها المادية كانت بتزيد بشكل مبالغ فيه. وهنا الكلام شد انتباه الضباط واللي على طول أصدروا إذن رسمي باستدعاء نسرين للتحقيق. ولما واجهوا نسرين بكلام بنتها أنكرت وقالت لهم دي بنت صغيرة متأثرة بوفاة أبوها وبتتوهم، جوزي مات طبيعي وكان مريض قلب وسكر وكل الناس عارفة الكلام ده. لكن النيابة ما كانتش مرتاحة وقررت تفتش في الموبايل بتاع نسرين، وهنا كانت المفاجأة، لقوا رسائل ما بين نسرين وواحد اسمه وائل، لقوا فيها كلام خارج عن حدود أي علاقة بريئة وصور فاضحة ما بينهم وتفاصيل لقاءات. والصدمة الأكبر إن الرسائل كان فيها جمل بتلمح بشكل واضح عن التخلص من عاطف. وهنا النيابة على طول طلعت إذن باستخراج جثة عاطف وتشريحها، وبعد شوية طلع تقرير الطب الشرعي
اللي جه واضح وصادم. المتوفي تناول جرعات كبيرة من المهدئات والمنشطات الجنسية على مدى أيام أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وأزمة قلبية قاتلة. والمعمل الجنائي أكد إن الحبوب ديت ما كانش ممكن عاطف ياخدها بنفسه بكميات كبيرة بالشكل ده. يعني باختصار في إيد تانية ورا اللي حصل. وهنا الشرطة استدعت نسرين تاني مرة، بس المواجهة المرة دي كانت أصعب. كان في دليل طبي، رسائل على الموبايل، زائد شهادة بنتها. كل ده بقى شبكة محكمة على نسرين. أما النيابة واجهت نسرين بكل الحاجات ديت، وشها اصفر وإيديها بدأت تترعش ومش عارفة تجمع الكلام. حاولت في الأول تفضل متمسكة بالإنكار وقالت لهم أنا ماليش دعوة، دي مجرد صدفة، يمكن هو اللي كان بياخد الحبوب من نفسه. لكن الضباط هنا واجهوها باللي لقوه في الموبايل بتاعها، اللي فيه رسائل مع وائل وصور ومكالمات وكلام صريح بيوضح العلاقة اللي بينهم. في اللحظة دي نسرين انهارت ودموعها نزلت على وشها وقالت لهم خلاص أنا هقول على كل حاجة. انهارت واعترفت خطوة بخطوة، وحكت إنها اتجوزت عاطف جواز تقليدي، وكان في فرق سن كبير ما بينهم، وفرق السن ده كان حاجز ما بينهم. وقالت لهم إن أنا ما كنتش بحس ناحيته بمشاعر حقيقية، ولما اتعرفت على وائل الأول من باب السمسرة العلاقة ما بيننا اتطورت بسرعة، وكنت محتاجة حد يحتويني عاطفيا. وائل استغل النقطة ديت، وهنا بدأت اللقاءات ما بيني وبين وائل في شقة الويلي، وبعدين في شقة الظاهر، وكل مرة يكون الأولاد مش موجودين. وقالت بالنص أنا كنت محرومة ولقيت في وائل اللي ناقصني، ما كنتش بقدر أبعد عنه. وبعد فترة العلاقة الجسدية بقت ركن أساسي في حياتي، لدرجة إني ما كنتش أتخيل إن أعيش من غيره. واعترفت كمان إنها بدأت تفكر في الطلاق، لكن الطلاق كان معناها إنها تطلع من الجوازة بإيد فاضية، لا أملاك ولا فلوس. عشان كده الفكرة اتدفنت واتولدت مكانها فكرة سودة، إزاي أتخلص منه من غير ما أخسر حاجة. وهنا وائل اقترح عليها موضوع المنشطات، وحكت للشرطة التفاصيل بتاعت المنشطات وإزاي حطتها لجوزها في الأكل يوم ورا يوم. وهنا الشرطة استدعت وائل. الأول عمل نفسه بريء وقال معرفهاش ماليش دعوة، لكن لما واجهوه بالرسايل وبشهادة الشهود اللي شافوه رايح جاي على بيتها سكت شوية، وبعدين اعترف وقال هو اللي جاب لها الإقراص وسلمها لنسرين، لكنه ما شاركش في التنفيذ بنفسه. وهنا وائل ونسرين قدام الأدلة والاعترافات ما بقاش عندهم مهرب، الجريمة اتقفلت عليهم. بعد أسابيع طويلة من التحقيقات وجلسات الاستماع والمواجهات القضية اتقفلت وتحولت للمحكمة. وفي يوم الثلاث 10 مارس 2020 القاضي نطق بالحكم المؤبد لنسرين والمؤبد لوائل. القاعة ساعتها اتقسمت ما بين دموع أهل عاطف اللي حسوا إن العدالة رجعت ليهم جزء من حق ابنهم، وما بين ذهول الناس اللي ما كانوش متخيلين إن نسرين اللي طول عمرها جوزها مدلعها ومهننها تقتل جوزها بدم بارد. القصة ديت بتسيب درس قاسي جدا. الخيانة مش مجرد غلطة عابرة، الخيانة ممكن توصل لجريمة كاملة. وعاطف اللي كان شايف في مراته حبيبته اللي لازم يدلعها ويعيشها زي الملكة اتقابل إحسانه بغدر وبقتل. والسؤال لحضراتكم دلوقتي، ايه رأيكم في اللي عملته نسرين؟ يا ترى شايفين ان السبب الأكبر للجريمة كان الحرمان ولا الجشع ولا الطمع؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات عشان نفتح مع بعض النقاش. استنونا كل أسبوع الاثنين والخميس الساعة 10 مساء، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا على التليجرام والواتساب عشان يجيلكم إشعارات الحلقات اللي جاية. رابط الاشتراك في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أشوفكم إن شاء الله الحلقة اللي جاية. سلام.